وصفتنا النهاردة معركة العجوة، أو معركة التمر، أو كمان كحك بالعجوة، أو بريك بالعجوة، أيا كانت انتوا بتسموها ايه من البلد اللي بتشاهدوني منها. ولكن النهاردة هنعملها بدون عجين، سهلة جدا وبسيطة. وكمان هقول لكم على سر التمر اللي يفضل طري لآخر حباية، والكحك كده بيدوب في البق. حاجة كده خطيرة لزوم الشتاء. كوباية الشاي الصبح حاجة خطيرة، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني، لايك وشير لو الفيديو عجبكم. هجيب طبق هنا وطبعا احط فيه 4 كوبايات دقيق. الدقيق انا نخلاه. نوع دقيق، ممكن دقيق جميع الاغراض او دقيق معجنات، لان هنعجن فيه كتير، فيفضل ان دقيق معجنات. لكن لو مش متوفر ممكن نستخدم دقيق جميع الاغراض. طبعا الدقيق، وبعد كده هحط، وطبعا بدرجة حرارة الغرفة، لا يكون سخن ولا ساقع، بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي ابس بالشكل دوت كده. ودي اهم خطوة، انك تبسي في اي كحك، يعني لازم تبسي فيه السمنة كويس مع الدقيق. هنزله على الرخامة عشان اقدر اتحكم فيه اكتر. لازم تقعدي فترة كده، يعني حوالي 3 4 دقايق بتبسي فيه كويس قوي، لحد ما تحسي ان كل الدقيق اللي موجود اتشرب، كل حباية مليانة سمنة بالظبط كده، وبراحة ايدك، وتبتدي تضغطي كده لتحت، وتاخدي وتلمي بالشكل ده. ده بيخلي العجينة معاكي طرية ومش مكسرة كده، مش شكلها بيكون ظريف، ما بيكونش مكسر. ودي اهم خطوة جدا. بعد ما بسيت كده الدقيق، هبتدي اجهز الخميرة بتاعته. وهنا الخميرة انا عايزاها ما تكونش حية، عايزة اموت الخميرة، بس عايزاها تديني طعم جميل. كحك هنا عايزين تدينا الطعم الخميرة، لكن ليه مية تكون سخنة جدا. وهبتدي اقلب ادوب كويس الخميرة والسكر اللي انا حطيتهم بالشكل دوت، وهنزل بيه على العجينة بتاعتي، وابتدي اعجنها كويس. كل ما الاقيها مفرولة تبقى عايزة مية. طبعا المية هنا نسبته بتختلف عن دقيق من التاني، فممكن اقول لك كوباية، لكن دي العجينة معاكي ما تكونش محتاجة كوباية كاملة. فهنا هننزل بواحدة واحدة. لازم العجينة تبقى تلاقي كلها بقت حتة واحدة، واتلمت معاكي وبقت ناعمة، ما بتتقطعش معاكي يعني. هعجنها بقى كويس كده، وكده خلاص قربت تلم معايا. هركنها على جنب، وابتدي اوريكم العجوة هنعملها ازاي، علشان ما تنشفش مننا، وفي نفس الوقت تدينا طعم جميل جوه هحط فيها معلقة سمنة او زبدة، وكمان هحط حوالي 3 معالق صغيرين من من المية المغلية، وهبتدي اكسرهم بالشكل دوت. ممكن تحطيها في الميكرويف وتطلعيها وتقلبيها، تلاقيها كلها بقت حتة واحدة وناعمة معاكي جدا. او على النار، هحطها على النار وهوريكم شكلها بعد ما قلبتها. شفتوا نعمت ازاي، وطعمها وريحتها بصراحة مع الزبدة اللي انا حطيتها تحفة. هجيب صينية مش هدهنها اي حاجة خالص، وهبتدي اخد حتة من العجين وافردها بايديا. انا قررت اعمل لكم كل حاجة باقل الامكانيات الموجودة عندك في البيت، مش هستخدم نشابة ولا اي حاجة. هبتدي اقطعها بعد ما رفعتها بالشكل دوت، وما تكونش رفيعة قوي، يعني تكون وسط. وقطعتها كده على شكل مربع، وابتديت افرد فيها العجوة بتاعتي. ويا ريت ما تجوش على الحروف عشان ما تخرجش بره العجينة، وفي نفس الوقت عشان العجينة تتقفل معايا لما اجي اعملها رول تتقفل معايا بالشكل دوت كده. وهبتدي الفها واضغط بالراحة، مش قوي يعني، علشان تتقفل معايا من الناحية التانية. بعد كده هبتدي اقطعها بسكينة، لازم سكينة تكون حامية.
وابتدي اقيس بايدي صباعين واقطع صباعين واقطع بالشكل ده عشان كله يطلع معايا مقاس واحد. شايفين شكلها؟ هبتدي ارصها بالشكل دوت. هوريكم كمان واحدة كله بايدي من غير نشابة ومن غير اي حاجة لو مش عندك. طبعا النشابة بتوفر كتير، بس انا حبيت اوريكم كل الامكانيات اللي على حسب، ممكن ما يكونش حد عنده نشابة فممكن عايز يعمل حاجة حلوة لولاده فيقدر يعملها بالشكل ده. وهبتدي بردك الفها رول بالشكل دوت. وبردك زي ما وريتكم صباعين ونقطع بالسكينة بالشكل ده. هخلص الكمية كلها بالشكل دوت. دلوقتي عايزين ندهن الوش بتاعها، هنحط بيضاية وعليها فانيليا ومعلقتين لبن علشان ادهن الوش بتاعها. بالشكل ده واقلبهم كويس. وبردك من غير فرشة ولا اي حاجة، بالمعلقة كده بننزل شوية ونبتدي نفرد بظهر المعلقة الخليط دوت على العجينة من فوق بالشكل ده كده. وهبتدي احط سمسم فوق الوش. وهنا استخدمت سمسم محمص مش سمسم ابيض. وما تخافوش مش هيغمق معاكم في الفرن ولا حاجة. وهنا طبعا شغلت الفرن قبليها، الفرن طبعا سخن وعلى درجة حرارة 190. بندخله لمدة 10 دقايق بيطلع يعني فظيع. هوريكم شكله بردك. انا هنا ضغطت عليه كده بايديا علشان السمسم يثبت فيه وما يخرجش منه بالشكل ده. هدخله الفرن. وهنا بعد ال10 دقايق طلع مش قادرة اقول لكم على ريحته وقلب الدنيا وطعمه بجد خطير. متنسوش لايك كتير وما تنسوش الاشتراك في القناة. يا رب الوصفة تعجبكم جربوها. ما تنسوش تعليقاتكم الحلوة لو عايزين اي وصفة اقدر اعملها لكم باقل الامكانيات المتاحة والموجودة في كل بيت هعملها لكم ان شاء الله. شايفين شكله ولونه بجد من يعني فظيع. طبعا ممكن الفرن لو عندك مش بدرجة حرارة فما تقدري كل شوية تشوفيه كده او تعملي الصينية يمين شمال لحد ما يطلع معاكي باللون دوت. شايفين من جوه ومن بره ومن تحت يعني حاجة تحفة. وطعمه وريحته ما اقولكمش. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم. وما تنسوش شير كتير لايك. وما تنسوش الاشتراك لو اول مرة تشوفوني. واشوفكم دايما على خير. باي باي.